واش تقدر تخيل انه نهار عيد ميلادك يكون هو نفس النهار اللي غتوفى فيه؟ هادشي فعلا طرا بصح مع الشابة هاجر بنت الخميسات الله يرحمها. واختاريت قضيتها باش تكون جزء من فيديو اليوم، قضية اللي خاصنا كلنا ندويو عليها في الوقت اللي بزاف غارقين في التفاهة وما عارفينش اش واقع. القصة بدات في أواخر شهر رمضان المنصرم، فاش كانت هاجر كتزاول المهنة ديالها كمكونة بإحدى مؤسسات التكوين المهني بمدينة أرفود. هاد المدينة اللي التحقت بها ماشي بزاف بحكم أنها تعينت تما من بعد ما تخرجت من المدرسة العليا للأساتذة في 2019. وبالنسبه للمستوى الدراسي يعني هي كانت من بين الاوائل، يعني كانت هي لا ماجورون ديال لا بروموسيون. المهم حياتها كانت عادية كأي أستاذة جديدة في المهنة، ويلا التحقت بمدينة جديدة حتى النهار اللي هاجر بدات كتعرض لبعض المضايقات من طرف واحد المتدرب عندها. الناس اللي كتقول بانه السيده لا راه تعدت عليه لا رقصاته لا راه حيدت ليه النقاط، داكشي راه كله كذوب. راه القصه الحقيقيه انه بانه راه نوع من الرشد. هاد الأخير اللي كيبلغ من العمر 21 سنة فقط، بينما هي عندها 30 سنة. ولكم أن تتخيلوا حجم هاد المضايقات، خصوصا أنه وصلت به الوقاحة يرسل لها ميساجات باش يتحرش بها. وهنا كان التصرف الطبيعي ديال هاجر هو أنها تبلغ به إدارة المؤسسة باش يشوفوا لها شي حل. والحل اللي كان متوفر ومنطقي بالنسبة لهم هو أنهم يحولوا داك المتدرب من القسم ديالها لقسم آخر. هاجر الشابة الجميلة والمعروفة بحسن الأخلاق ديالها والتعامل أيضا كانت كتظن أنه المشكل مع داك المتدرب تحل، ولكن مع الأسف وقع اللي ما كانش في الحسبان. وهذا الأخير ما تصرتش ليه التصرف اللي داروا معاه الإدارة فاش حولوه من قسم الأستاذة هاجر. وفي واحد النهار في أواخر رمضان اللي فات وهي خارجة من المؤسسة اللي كتشتغل فيها والمحفظة ديالها فوق كتافها مسكينة، كيغفل هذاك المتدرب بالضربة لراسها، والفظيع أنها كانت بواسطة شاقور وخلاها طايحة في الشارع العام وهرب. انا اكثر حاجه ضرتني في خاطري هو ديك لا فيديو اللي كانت لاح، هي الوقيته فاش كتحاول توقف وكتعاود تطيح، هذيك هي اكثر حاجه الماتنا. شنو اللي غادي يخلي شاب في مقتبل العمر يرتكب هذه المصيبة ويضيع حياته وحياة شابة يلاه بدات كتبني المستقبل ديالها؟ يعني كانت مثالا للاخلاق والتواضع والطيبه، ما عمرها اذت شي حد ولا اضرت شي حد، بالعكس كانت انسانه مسالمه، كانت تساعد الجميع، يعني اللي احتاجها كيلقاها في جنبه. لحد الآن ما كاينش تفاصيل أكثر لهاد الواقعة البشعة اللي ما فاتش عليها بزاف، خاصة وأن هاجر توفت غير في هاد الأيام. وسبحان الأقدار كان يوم 14 أبريل يعني هاد الأسبوع هو عيد ميلادها، وهو نفس اليوم اللي دخلت فيه الأرض وتدفنات الله يرحمها. عيد ميلادها 14 ابريل، اليوم تدخل الارض. يكفي الله يحسن عون والديها. 14 ابريل اللي تزادت هذه البنت هي اليوم غادي تدخل التراب. هاد القضية كتعيد للذاكرة ديالنا شيئا ما لقطات من فيلم قسم 8 اللي عالج هاد الظاهرة ديال بعض الشباب اللي كيحولوا الحياة المهنية لبعض الأساتذة الجحيم. وبلا ما نساو أن هاد النوع من القضايا كيطرى في العالم كامل، وكيف ما كان الحال الجريمة ما عندها حتى مبرر. وخليوني نحكي لكم تفاصيل جريمة من نفس النوع قمة في البشاعة زعزعات ميريكان في 2013. كولين ريدزر أستاذة ديال الرياضيات في واحد الثانوية تابعة لإحدى الولايات الأمريكية. هاد الشابة اللي كل شي كيبغيها، عائلتها، صحابها، وما نساوش حتى التلاميذ ديالها. وهاد الشي طبيعي حيت كان معروف عليها أنها كتبغي تعاون الدراري اللي ضعاف في الماط، داكشي علاش كانت كدير ساعات إضافية مجانية من وراء السوايع ديال الخدمة ديالها. وكانت مخصصة حتى الصفحة ديالها في تويتر غير لحل المسائل الرياضية للطلاب ديالها. حياة كولين كانت عادية لغاية يوم 22 أكتوبر عام 2013، بالرغم من أنها متعودة كتعطل مرة حيث كيف ما سبق لي وذكرت هاد الأستاذة كتزيد السوايع الإضافية لبعض التلاميذ فوق ساعات العمل ديالها. هاد النهار هي فعلا تعطلات، ولكن بزاف، وبحكم هي واخا بالغة وناضجة الحاجة اللي ما موالفاش للغرب، كولين عايشة مع والديها واللي كيعرفوا عليها كل شيء، واللي موالفين فين ما تبغي تعطل كتعلمهم قبل. وبما أنه وصلت 4 ديال العشية وهي مازال ما جات وما علمتهمش، باها مشى يسول عليها في الليسي فين كتقري، ولقى شي افراد من الموظفين ديال الاداره مازال كاينين تما، واللي اكدوا ليه انها ما كايناش في المؤسسه، واخر مره شافوها هي منين كانت كتزاول العمل ديالها كساعات اضافيه من بعد الساعات الطبيعيه ديال العمل. واكدوا ليه انهم ما شافوهاش خرجت اصلا من المؤسسه.
هاد الهضرة خلعت بات كولين ومشى فورا بلغ البوليس بالاختفاء ديالها. وهنا غتبان واحد الحاجة اللي غريبة عند البوليس، وهي أن واحد الطالب من نفس المؤسسة حتى هو والديه مبلغين بالاختفاء ديالو، حيت حتى هو تعطل ما جاش. وبقى البحث عليهم جاري، خصوصا أنه ضربة 12 ديال الليل وهما مازال ما بانوش بجوج. فيليب الطالب المختفي بان مع 12 ونص ديال الليل. لقاتو واحد الدورية ديال البوليس اللي كانوا كيمارسوا العمل ديالهم الطبيعي في الشوارع بالليل، لقاوها غادي في واحد الطريق خاوية مظلمة بوحدو. فأكيد التصرف الطبيعي اللي خاص يديروا هاد الدورية هي وقفوه وسولوه شنو كيدير تما في هاديك البلاصة وفي هداك الوقت. فيليب كانت عنده واحد الشكارة هزها، فطلبوا منه البوليس أنهم يفتشوها. وهنا كانت الصدمة، حيت لقاو فيها واحد الآلة حادة عامرة بالدمايات. فقرروا من بعد أنهم يديوه معاهم للمركز ديال الشرطة. وفاش بوانتاوه في المركز لقاو أنه هو هذا الولد اللي جاو عائلته وبلغوا بالاختفاء ديالو. وبالنسبة للبلاصة اللي لقاوه فيها كانت قريبة من واحد القاعة ديال السينما اللي اعترف أنه كان فيها قبل ما يلقاوه كيدور في داك الشارع اللي خاوي واللي مجاور للسينما. ولكن فين كان من 4 ديال العشية فاش علنوا عائلته على الاختفاء ديالو، أو فاش بلغوا عائلته على الاختفاء ديالو، حتى الوقت اللي دخل فيه للسينما. لحد الآن هو طبعا ما اعترف بوالو. وهنا رجعوا قلبوا المحفظة ديالو مزيان ولقاو فيها ملابس داخلية ديال البنات، ولقاو كارت بونكير عليها السمية ديال كولين الريدزر. هاد السمية النيت اللي لقاوها في لائحة المختفين من نفس اليوم. هو لقاوه، ولكن كولين فينا هي وشنو علاقتها بفيليب؟ هاد الأخير عنده 14 سنة، معروف عليه أنه انطوائي، زعما حدودي وحشومي وداخل سوق راسو. واللي معروف عليه كذلك بين صحابه أنه كان ديما كيتشكى من أنه باغي يرجع للمدينة اللي كان عايش فيها قبل ما يجي لهاد المدينة اللي سميتها دانفرز. كان تعلقه كبير بمدينة تينيسي اللي كبر فيها، بحيث ما قدرش ينسجم لا مع صحاب ولا في المدرسة ولا في الدار. ما كانش عجبه الحال بتاتا، وهذا الشيء خلاه ما عندوش صحاب بزاف. وسبب هذا التحول ديالهم من مدينة الأخرى هو الطلاق ديال والديه. ومن بعد ما عرفنا شوية على فيليب فشنو علاقته باختفاء كولين. هاد الأخيرة كانت دايرة ساعات إضافية مع فيليب حيت بان ليها ضعيف في الرياضيات. والحاجة اللي ما قلتش لكم بخصوص السلوك ديال كولين أنها كان معروف عليها صديقة التلاميذ، وديما كتبغي تبادل معاهم أطراف الحديث قبل ما يبداو معاها الحصة ديال الدعم. وكيف ما كتعرف المستوى ديال أي طالب أو طالبة في الماط، فقبل ما يبداو معاها الدعم كتحاول تجمع عليهم شوية ديال المعلومات. وأكيد عرفت قصة فيليب مع طلاق والديه والتحول ديالو من مدينة لمدينة، وعرفت أيضا أنه ما قدرش يولف مدينة دانفرز وديما عنده الحنين لمدينته تينيسي. وهذا الشيء خلاه ما ينسجمش بتاتا مع أصحابه في المدرسة وما تعجبوش المدرسة اللي هو فيها. وبما أن فيليب كان معروف عليه انطوائي، حاولت كولين تبدأ معاه الحصة بالحديث وتقرب ليه شوية، ويقال أنه اعترفت ليه أنها على علم مدى تعلقه بمدينته وأنه ما حاملش الوضعية الحالية وإلى غير ذلك. وتمت قلبات ملامح الولد 360 درجة بحال ما عرفت اش قالت ليه. ومنين عرفت راسها ربما ما كانش عليها تفتح معاه هذا الموضوع، اعتذرت منه وطلبت أنها تمشي للمرحاض أعزكم الله. وابتداء من هذه اللحظة كل شيء تصور بكاميرا المراقبة. تقريبا جويه 3:15 ديال العشية كتبان كولين وهي خارجة من القسم ديالها ومتوجهة ناحية الطواليت. مباشرة كيبان فيليب خرج من موراها من القسم وانتبه شنو كاين في الكولوار ورجع دخل عاوتاني. دخل وعاود خرج بالزربة، ولكن وهو مغطي راسو، يعني داير الشابو ديال الكابيتشو اللي لابس. ومشى مباشرة باتجاه الطواليت ديال البنات من مورا كولين. وإذا انتبهتوا غادي تلاحظوا بأنه جبد واحد الليقات ودارهم في يديه. من بعد ما دوز 11 دقيقة تقريبا في الطواليت ديال البنات غادي تشوفوا أنه واحد البنت دخلت للطواليت ولكن رجعت خرجت بالزربة. ومنين استدعاوها للتحقيقات وسولوها على السبب اللي خلاها تخرج بديك السرعة من الطواليت من بعد ما دخلت، قالت بأنها شافت شي شخص ربما كيبدل الحوايج ديالو، فكان تصرف طبيعي أنها دخلت على غفلة ورجعت خرجت من بعد ما شافت داك الشي. هنا غادي نشوفوا فيليب وهو خارج من الطواليت، وغادي نشوفوه أيضا وهو خرج من المؤسسة وبدا كيجري. ومن بعد رجع للمؤسسة ولكن ما لابسش الكابيتشو اللي كان دايرو فوق راسو.
ومنين كنرجعوا للوقت المسجل في الكاميرا كنلقاو بأنه غاب بالضبط 2 دقايق من الوقت اللي خرج فيه من الليسي وعاود رجع. من بعد ما رجع وبالضبط في 3 و11 دقيقة كيبان هو خارج من القسم ديالو وهاز 3 ديال المحفظات ومغطي وجهه بواحد الجاكيت. رجع عاوتاني خرج من المؤسسة، ولكن رجع وفي يديه حاشاكم طارو ديال الزبل كبير، والجاكيطة اللي كان داير فوق راسو رجع لابسها. ومع 3 و16 دقيقة بالضبط توجه ناحية الطواليت ديال البنات، وتما غالبا هز الجثة ديال كولين ودارها في الحاوية ديال الأزبال. مع 3 و23 دقيقة كيبان هو غادي جنب المؤسسة دافع الطارو ديال الزبل وغادي بيه ناحية الغابة. هي ماشي غابة وإنما واحد البلاصة اللي كبيرة وعامرة بالشجر وخالية، وكتكون في وسط المدينة ومجاورة المنازل. مع 4 ديال العشية بالضبط كيبان هو راجع لليسي ولكن حفيان، وكيبان داخل الطواليت ديال الدراري وخرج منها من بعد دقائق قليلة، ولكن مبدل الحوايج اللي جابيهم. من بعد كيبان بأنه خارج المؤسسة وكيهضر مع صحابه، وآخر اللقطة هي مع 4:30 فاش شدته الكاميرا وهو داخل عاوتاني الليسي، ولكن رجع خرج في الحال وهو فوق ظهره 2 ديال الشوانط، وهو في الأصل متعود يدير غير شنطة وحدة فوق ظهره. أنا عارفة من بعد هادشي اللي شفتو بزاف ديال الأسئلة غادي يطيحوا ليكم في البال ديالكم. كولين تلقات في اليوم الموالي الاختفاء ديالها في الغابة بلا ملابس تحتية، وحتى الجزء العلوي من الملابس مرفوع لغاية الصدر. ونخليكم نتوما تفهموا داكشي اللي تعرضت ليه من بعد ما خرجها من الطارو ديال الزبل وحطها في الغابة، وحط بجنبها ورقة مكتوب عليها I hate you all، كنكرهكم كلكم. غتقولوا شنو اللي خلاه يرتكب جريمة من هذا النوع؟ واش فعلا الموضوع اللي جبدت معاه كولين بخصوص تعلقه بمدينته كان مستفز لدرجة يخليه يصفيها ليها؟ ولكن كيفاش غادي يفكر يصفيها ليها تم وهو جايب معاه الليقات والحوايج زايدين والآلة باش نفذ فعلته؟ ربما ما كانش عوال يصفيها ليها هي بالضبط، وربما هي اللي جات في طريقه في هذاك الوقت. المهم أنه نية التصفية كانت عنده مادام هو عنده جميع المعدات اللازمة. المحامية ديالو حاولت بجميع الطرق تبين أنه غير سوي، وأنه كيعاني من اضطرابات بسبب الطلاق ديال والديه وعدم تقبله المدرسة والمدينة اللي هو فيها، وكذلك أنه قاصر ومازال ما واعيش وما عارفش خطورة الأفعال اللي دار، لدرجة المحكمة عرضته هو وعائلته على أخصائيين نفسيين مختلفين باش يبينوا هاد الشيء، وما بان لهم والو. يعني ما كاينش شي مبرر نفسي كبير يدفعوا يرتكب هاد الفظاعة بهاد الاحترافية كأنه شخص بالغ وكبير. وتم قررت المحكمة باش يحيلوا على واحد البلاصة للإصلاح والتهذيب ديال القاصرين بضمان يساليو تحقيقات. وتخيلوا معايا اشنو غيدير فيليب في هذيك المؤسسة، نفس داكشي اللي دار الكولين، غير البنت اللي تعدى عليها بقات عايشة وخا خشا فيها موس. المحكمة من بعد هادشي وجهت لفيليب تهمة السرقة والاغتصاب والتصفية، وحكمت عليه بأحكام ديال الراشدين واللي هي 40 عام ديال الحبس واخا هو قاصر، حيث بالنسبة للقانون ديال أمريكا داكشي اللي دار فيليب فات التصرفات ديال الراشدين لهيه. داكشي علاش الحكم ما كانش مخفف بالنسبة لواحد قاصر، خاصة أنه خطط ونفذ ومحى آثار الفعلة الشنيعة ديالو. إذا وصلتوا حتى لهنا ما تنسوش ديروا لي لايك وسبسكرايب، وإذا بغيتوا خليوا لي في تعليق هاد الجملة باش غادي نختم معكم الفيديو. الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير. فويس ليك، صوت مني ليك.